السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم فطاير هشه وطريه، طعمها بقى وريحتها بجد تحفه. ناكلها بجبنه بمربى، تنفع كمان العجينه تحشي اي حشوه انت عايزاها، تتاكل كده حاف من غير اي حاجه جنب كوبايه شاي بلبن، بجد في منتهى الجمال. نسمي الله ونصلي على الرسول. معايا كوبايتين لبن دافيين، مدفيهم عشان كانوا في التلاجة. خلاص، كوبايتين لبن، معلقه ونص خميره، واحط عليهم 3 معالق كبار سكر. خلاص كده، واحط بيضة وبياض بيض، والصفار هسيبه للوش. خلاص، دي بيضة وبياض بيض. واحط عليهم نص كوباية زبدة، لو ما عندكيش زبدة حطي نص كوباية زيت. خلاص بقى، اقلب كل المكونات كده مع بعضها، واعيدها لكم تاني واحنا شغالين، وباذن الله اسيبها لكم في صندوق الوصف. هحط بقى 6 كوبايات دقيق منخولين، هنزل شويه بشويه كده، واحط عليهم معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، واحط نص معلقه صغيره من الملح. الست كوبايات دي حوالي 850 جرام. هقلب بقى كل المكونات كده مع بعضها. بس ضروري بقى قبل ما ننزل بالدقيق نحط معلقه كبيره من الخل. بصراحه انا نسيتها خالص، بس مهمه جدا نحط معلقه كبيره من الخل. خلاص، طبعا مش هينفع بقى نقلب بالمعلقه، انزل كل العجينه طبعا ونشتغل بايدين. هنزل بقى بقيه الدقيق. يبقى حطيت كوبايتين لبن يكونوا دافيين، ومعلقه ونص خميره، 3 معالق كبار من السكر، معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من الملح، بيضه وبياض بيضه. خلاص كده، ونص كوبايه زبده. هي العجينه في الاول كده بتبقى بتلزق، اما لما بنعجنها كويس بتبقى حلوه زي الفل. اهم حاجه بقى نعجنها كويس. العجينه نفسها اصلا بجد ريحتها حلوه قوي، العجينه نفسها كده ريحتها جميله. يا ريت بقى تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه لو انت مش مشترك. حطيت لها بعد 6 كوبايات دي معلقه دقيق واحده بس، معلقه دقيق بس، على حسب طبعا نوع الدقيق، يعني ممكن تحتاجيها وممكن ما تحتاجيهاش. بنحط الدقيق على حسب احتياج السوائل اللي احنا حاطينها. خلاص، خلاص بقى عجنتها كده كويس حوالي 8 دقايق كده و10 دقايق. العجينه بقت ناعمه، وفي نفس الوقت طريه وما بتلزقش خالص. شايفين ملمس العجينه واضحه معاك اهيت اهي، شايفين ناعمه. خلاص كده معايا ما شاء الله زي الفل. هحط بقى معلقه زيت في الطبق كده، وامسح برضو العجينه كده من تحت ومن فوق، واغطيها واسيبها تخمر. هي مش هتبقى في الخمر لان طبعا الجو حر قوي، هتخمر على طول. خلاص كده ما شاء الله بعد ما خمرت، نشيل بقى كيس من عليها كده. بسم الله ما شاء الله، العجينه بجد ممتازه. شايفين ناعمه قد ايه؟ بجد حلوه قوي قوي قوي. هقطعها بقى كده والمها كويس زي ما انتوا شايفين. هقطعها 21 كور، ممكن تقطعيها اقل من كده، ممكن تعملها 16 او 17 على حسب الحجم اللي انت عاوزاه. احاول بس يكون مقاس التقطيع كله يبقى واحد، والمها كويس كده. وبعد بقى ما اكورها كده اسيبها برضو 10 دقايق بس ترتاح. خلاص، هغطيها 10 دقايق بس ترتاح، ونجي بقى نفردها، بتتفرد بكل سهولة.
العجينه ما شاء الله طريه وجميل. نبروها بقى كده زي ما انتم شايفين، وبعدين نضغط كده اول اول واحده بنلمها كده بنروح ضاغطين عليه، وبعد كده بنكمل برم ولف كده زي ما انتم شايفين، ونقفل بقى الطروف كده حلو. اضغط عليها بايديا كده كويس، وبعدين اعملها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طريقتها سهله قوي اهي. اهم حاجه نقفل كويس، واحطها بقى في الصينيه مش مدهونه اي حاجه. خلاص كده. العجينه دي ممكن تحشيها اي حشوه انت عايزاها، حشوه جبن، لحمه مفرومه متعصجه، فراخ. تعملها مثلا الفراخ تقطعها مثلا تعملها زي الشاورما كده بالفلفل وكده. اي حشوه انت عايزاها. ممكن تعملي بنفس العجينه ديت حشوه البرجر، بتبقى بجد ممتازه. خلاص بفردها كده على شكل مستطيل، بحاول بس اظبطها كده، وبعد كده بنبرمها سهله خالص اهي. وبعدين اقفل الطرف بتاعتها، واحطها بقى في الصينيه. هعمل معاكم كمان واحده، ما بحطش على الرخامه دقيق خالص، ولا من فوق ولا من تحت على العجينه نهائيا، مش محتاجه. هي اصلا ما شاء الله ما بتلزقش خالص. هي اول بس ما تيجي تعجنيها بتحس انها بتلزق، اما بعد كده بتبقى العجينه ما بتلم وكده، وتعجنها حلو ما بتلزقش. بفردها كده على شكل مستطيل اهي، واظبطها بقى كده. وبعدين ابرمها، بتتبرم عادي سهله خالص اهي. واضغط عليها كده زي ما انتم شايفين، وبعدين المها. واقفل كويس. خلاص كده. خلصت بقى كل العجينه اللي معايا زي ما انتم شايفينها كده في الصينيه، واسيبها بقى تخمر. اغطيها واسيبها تخمر. خلاص كده ما شاء الله، بعد ما خمرت الله اكبر عليها بجد حلوه قوي قوي. هجيب بقى الصفار البيضه اللي كنا راكنينه، احط عليه معلقه كبيره من الخل ومعلقه لبن. خلاص. معلقه لبن من التلاجة عادي خالص، مش لازم يعني نكون مدفينها. واحط عليها معلقه خل، اقلبهم بقى مع بعض كويس. طبعا ديت ممكن لو انت مش حابه انت تديني الوش براحتك خالص زي ما انت عاوزه، دي خطوه اختياريه يعني. هدم بقى كل الفطاير كده. بعدين هرش شويه سمسم كده، سمسم ابيض من على الوش. ونحطها بقى الفرن على درجه حراره تكون اعلى من المتوسط على الرف الوسطاني. بولع من تحت بس، ولما بتاخد لون ذهبي من تحت بعدين بولع الشوايه من فوق. خلاص كده. واول ما بنطلعها من الفرن لازم نغطيها عشان تطرى معانا. نطلعها من الفرن ونسيبها 10 دقايق تبرد. ما شاء الله عليها بجد تحفه. شايفين عامله ازاي؟ طريه طراوه مفيش بعد كده. وممكن تحطها في الفريزر، بجد تحفه. جربيها وباذن الله هتعجبك. يا ريت تعملي لايك وشير واشتراك في القناه، وشكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.